انا كان عندي تشالنج ان انا اكمل تعليمي للنهايه. ده كان بسبب الباك جراوند اللي انا جايه منها، نشأة السعوديه بيبقى فيه بريورتي اكتر للذكور في اولويه التعليم عن البنات، فده خلى في صعوبه في ان انا التعليم يكون حق مضمون ليا. كان لازم يكون حق مكتسب في ان انا افايت عليه واشتغل عليه واطلبه من اهلي واصمم عليه. ده كان اول تحدي بالنسبه لي. وبعد كده الصعوبات التانية كانت متعلقه بان انا ابتديت انزل سوق العمل في سن صغيره قوي، يعني كنت لسه طفله وببتدي اخش في مرحله التين ايج، فانا تقريبا ابتديت اشتغل من انا عندي 11 سنه 12 سنه. لكن ان تتخيلي يعني كميه الصعوبات اللي ممكن لطفله جايه من بيئه محافظه جدا، علاقتي اللي حواليا محدوده، وابتديت ان انا اتعامل بقى في سوق العمل بمختلف اشكاله بحلو وبوحشه، يعني بالحاجتين. يعني على ما اتذكر كان اول شغل ليا كان في مصنع خياطه. في الفتره دي كان منتشر مصانع في الاماكن اللي فيها عمار سكاني، سواء بقى مصانع صغيره او ورش خاصه بالتطريز يعني والخياطه. فكنت بشتغل عامله تشطيب. كان دوري بيتلخص في ان انا بستلم كل قطعه القماش دي بيبقى فيها بعض الفتل وكده، بيبقى معايا مقص صغير وابتدي انظف الفتل اللي بتبقى موجوده، بتبقى طبعا كميات كبيره يعني. فدي كانت اول شغلانه اشتغلتها يعني. يمكن دي السبارك بتاعت حياتي. يعني انا كنت بلاقي متنفس ليا الظروف اللي كانت محيطه بيا في ان انا بحب القرايه. كانت القرايه هي دي كانت مجال الهروب بتاعي، وفي نفس الوقت النافذه على اللي يحصل بره الحدود بتاعتي. فبالصدفه تحت ايدي يعني بريد الاهرام، كان في بريد الجمعه، ومن خلال الارتكلز دي كان بيبتدي الناس بيبعتوا لعبد الوهاب مطاوع قصص خاصه بيه، مشاكلهم، قصص نجاح، هي قصص حقيقيه جدا. وقد ايه ردوده كانت ملهمه، موتيف يديك ان انت تكملي، ونصيحه جميله جدا وصادقه. فكره التعليم كانت حق مكتسب لازم افايت عليه، وفي نفس الوقت طبعا الظروف الاقتصاديه اللي انا كنت عايشاها كانت ظروف صعبه جدا، فدايما كانت بتخلي فيه ريسك في ان انا اخد الخطوه اللي بعد كده واكمل في مشوار التعليم. كنت محبطه، يمكن ما كنتش مدركه كلمه محبطه، بس ده كان الاحساس اللي جوايا، وكنت عايزه حد اتكلم معاه يفهمني ويستوعب ده. فكان المتنفس بتاعي في ان انا امسك ورقه وقلم واجرب اكتب له جواب. فكتبت له جواب يعني طفولي جدا، بوصف له المكان اللي انا عايشه فيه والظروف اللي حواليا، وازاي الناس اللي حواليا بيتعاملوا معايا، وان انا محتاجه نصيحته ومحتاجه ان يقول لي ان في امل وان في بكره. فكان اقصى حاجه اتوقعها في ان هو يرد عليا في باراجراف كده في بريد الجمعه، لكني اتفاجئت بان هو طلب ان هو يشوفني، واداني من وقته ساعه جميله جدا سمعني فيها. كان ونعم المنصت يعني زي ما بيقولوا لطفله يعني ما تخطاش عمرها ال 15 سنه، فاداني كل الوقت وما بخلش عليا بنصيحه. ودي كانت اهم حاجه، وكانت اكتر حاجه انا محتاجاها في الوقت ده، ان انا اسمع كلمه تقويني، اسمع نصيحه اب ونصيحه حد قد ايه يعني قارئ ومطلع وعنده من تجارب الحياه اللي تخليه يعني عنده القدره انه يدي نصيحه يعني خالص. يعني كان اقصى حاجه بطمحها ان انا يبعت لي رد في باراجراف زي ما انا قلت، وفضلت كل جمعه بجيب الجورنال مستنيه الرد بتاعه، وفي الاخر اتفاجئت ان هو طالب ان هو يشوفني. فكانت بالنسبه لي مفاجاه مش قادره اصدقها، وانا رايحه لغايه اخر وقت فانا بوصل لمكتبه في العتبه تقريبا، حاسه ان في حاجه غلط، يعني حاسه ان انا هخش اقول لا احنا مش انت اللي قاصدينك، حد تاني. بس كانت المفاجاه ان هو انا كان قاصدني انا، والحمد لله ربنا كرمني ان انا قابلته، يعني لان هو بالنسبه لي الاب الروحي يعني بصراحه. يعني قعد يتكلم معايا وبيقول لي يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يعني كتب المشقه والكفاح على يعني اطهر خلق الله الانبياء، لما كانش في حد عنده رساله الا وكان عنده من المشقه ومن الكفاح، وان هو يفايت عشان يوصل للحاجه اللي عايزها، ودول اطهر خلق الله ولينا فيهم قدوه حسنه واسوه حسنه يعني. فبالتالي ان انت عايزه توصلي لحاجه في ظروف صعبه، ده متطلب منك صبر، والصبر ده يكون صبر جميل خلاص، ويكون عندك الامل ان ربنا ما بيضيعش مجهود حد، وانك تنتظري يعني، ويكون بالك طويل. بس ومن كلماته يعني بذكرها جدا طبعا ان اكثر يعني اللحظات ظلمه يعني اللي هي قبل بزوغ الفجر، فقال لي دايما بيبقى فيه وقت صعب جدا لكن بعديه بيبقى فيه الفرج. يعني تمسكت جدا بكلماته، وفضلت طبعا حاطه قصاد عيني المقالات اللي هو بيكتبها والقصص اللي هو بيكتبها، وفعلا قد ايه كانت ملهمه يعني، خلتني دايما عندي الامل ان بكره هيكون احسن، والحمد لله ان ربنا كرمني يعني. مش قادره اقول ان اللي انا هتكلم ده هيعبر عن كل بنات الصعيد، ممكن يكون بيعبر عن جزء منهم، مش كلهم بالضروره يكون يعني بيعانوا
بنفس المشاكل، لكن اكيد في جزء منهم يكون مر بنفس التجربه. فكره التعليم وان احنا يكون لنا الاحقيه في التعلم، وان احنا نكمل تعليمنا للنهايه، ده ملوش الاهميه ولا البريورتي المجتمع الصعيدي او في بعض الاجزاء من المجتمعات القبليه او الصعيديه. يعني بتبقى دايما الفكره لان البنت بعد مرحله عمريه معينه بيبقى التوجه اكتر للجواز. هنروح للمشكله الثانيه اللي هو الزواج في سن مبكر، واعتقد ان هو بيكون اكتر سواء بقى في صعيد مصر او في الدلتا، ان البنات بيتجوزوا في سن صغير قوي، ما بتكونش لسه هي يعني نضجت كانسانه، ان هي فهمت هي عايزه ايه وحابه ايه، ذوقها ايه في الحاجات، فبيبقى بدري جدا تحمل المسؤوليه. بالاضافه كمان ان هي ما عندهاش القدر الكافي من التعليم اللي تقدر من خلاله كمان تطلع اطفال اسوياء وفي نفس الوقت تعرف تربي وتعلم. فدول اكتر مشكلتين يعني في الظروف اللي كانت محيطه بيا كنت بواجهها، فكره التعليم والزواج في سن صغير جدا. اللي زود ثقتي في نفسي ان انا كنت كل فتره بكتشف نفسي وبعرف عيوبي وبواجهها. فكره ان اقول لنفسي ان انا تمام وان انا كويسه وحلوه قوي اللي انا وصلت له على قد اللي متاح ليا، ما كانتش فكره بالنسبه لي مناسبه، بمعنى ان انا كنت ببص على الناس اللي حواليا وبشوف هم اقوى مني في ايه وايه الحتت اللي انا بقع فيها، فابتديت اشتغل. فكنت كل ما بكتسب مهاره او كنت كل ما بقوي حته انا ضعيفه فيها، ده كان بيخلي عندي ثقه اكتر في نفسي، سواء في ان انا اعرف اتكلم قصاد مجموعه من الناس، لان طبعا فكره التربيه المنغلق عدم وجود اخذ المساحه الكافيه في ان انا اعبر عن رايي، اقول بحب ايه، اختار ايه، من ابسط حاجه ان انا اختار شكل اللبس اللي يعجبني او اقول رايي ان ده مش عاجبني او ده شويه يعني في الثقافه السعوديه بيبقى الحكم الذكوري اكتر يعني، فبالتالي بيبقى في فكره لا البنات ما لهمش راي او فكانت فكره ان انا ابتدي اتكلم واقول رايي، فدي كانت اول حاجه في ان انا اقول واغلط، بس المهم ان انا اقول واتعلم من الغلط ده وما اتكسفش. فلو اول مره ما قلتش الكلام بشكل كويس وبشكل منظم، اكيد المره الثانيه هيطلع احسن، فكانت كل مره ادائي بيتحسن، ده كان بيديني ثقه في نفسي. بالاضافه طبعا ان انا اشتغلت بقى على الاجزاء المهاريه بقى، سواء ان انا اتعلم لغه بشكل احسن، اتعلم على التكنيكاليتي سكيلز بتاعتي، المظهر الخارجي، كل ده طبعا ثقافتي انا شخصيا، فكان كل ده شويه بشويه بيعزز ثقه النفس من نفسه من الفاليوز بتاعته. لان انا جات لي فتره في اوقات ما كنتش احس ان انا كويسه غير لو انا حاطه نيم تاج معين. فكرت مع نفسي وات اف لو انا شلت كل الحاجات دي من حواليا، سواء بقى نيم تاج تايتل، في الاخر مش هيفضل غير الشخص. لو الشخص نفسه ما عندوش فاليو يقدمها للي حواليه، هو مش هيبقى ابريشيتد. فكنا ابقى متعلقه واستمد الحاجات دي من حاجات ماديه او من فاليديشن باخدها حتى من الناس، كانت نقطه ضعف بتغلب عليها وستيل لسه بحاول اتغلب عليها. طبعا ان انا ابقى مركزه دايما يبقى الفاليو بتاعتي طالعه من جوايا. يعني الاولاد ممكن يبقى لهم رؤيه ثانيه وثالثه ورابعه، يعني يجربوا ويعرفوا. يعني اكتر حاجه ممكن يعني تغني التجربه الانسانيه في ان انت تجربي، يبقى في عندك تراي اند ايرور، بس في نفس الوقت تبقي في الاكونتابيلتي بتاعه التراي وايرور. انا هعمل الغلطه دي هيكون ليها نتائج، لازم اكون واعيه لنتائجها دي، وفي نفس الوقت يبقى جنبها النصيحه اللي بتتقدم بشكل كويس. زي ما اتقال يعني لسيدنا النبي لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فنفس الفكره ان عشان انصح سواء اب او ام او اخ او حتى صديق، ان انا اوجه اللي قدامي، لازم يكون في عندي التولز بتاعه النصيحه والتوجيه، في ان انا الوقت المناسب امتى، الطريقه. كل واحد شخصيته مختلفه، في حد ينفع ممكن شويه اشد عليه، في حد ايموشنال جدا فلازم اتفهم الحته دي. لكن في كل الاحوال طب لازم اللي قدامي ياخد مساحته من التعبير ويبقى عنده التجربه بتاعته، وبالتالي لازم يجرب ويغلط عشان يتعلم. غير كده لا. يعني من اصعب اللحظات اللي كانت بتمر في حياتي يلي قدامي يتعامل معايا بشكل يقلل مني، تبقى لحظات صعبه جدا، وخصوصا في الاوقات اللي انا كنت بحس فيها لا حول ولا قوه، ما عنديش حق ان انا اوقف ده او ان انا اعترض على ده. فدي كانت بتبقى من اللحظات الصعبه جدا في حياتي. اللحظات التانية يعني شويه يعني الاوقات الخاصه بالطفوله يمكن يعني ما كانتش كلها لحظات سعيده، يعني بسبب ان انا يعني نزلت اشتغل في سن صغير، فكنت ببقى مضغوطه نفسيا ما بين ان انا بشتغل وبعد كده مدرسه، فما كانش فيه الوقت بتاع اللعب ده متاح. فأوقات كنت ببقى باصه من الشباك على حياه برايا، يعني انا محبوسه جوه حاجه وبره الحياه ماشيه بشكل مختلف. دي بشكل عام من اللحظات اللي كانت صعبه في حياتي، بس الحمد لله يعني كان وراها يعني درس اتعلمته وخلاني دلوقتي بقى ابريشيت اي لحظه حلوه بتعدي عليا بمسك فيها، واحب ابقى بريزنت جدا في اللحظه الحلوه ما فوتهاش. دي حابه دي تبقى ذكرياتي، الذكرى بتاعتي، يعني ان انا عشت لحظات حلوه كتير. الاثنين
انا بتراست جدا الجات فيلينج بتاعي، بس من غير بلاننج ومن غير اكشنز مش هروح لحته. فانا شايفه الاتنين، اصدق في اللي انا حاساه وابتدي اخد بالاسباب اللي حواليا، سواء بقى دراسه، سعي، ايا كان المطلوب مني، بس لازم الاتنين مع بعض، ما ينفعش حاجه لوحدها. الستات عايزه حاجات كتير قوي. عايزه الحقوق المسلم بيها يبقى مسلم بيها حقيقي، سواء حقهم في التعليم، حقهم في رعايه صحيه كامله، حقهم في فرص متوازنه في العمل، حقهم ان هم يعيشوا مراحل حياتهم بشكل حر ومتكامل. الابنه فعلا تكون ابنه، تاخد كل الحب من الاب والرعايه، والزوجه والحبيبه تكون زوجه وحبيبه لزوجها يعني، وانها تاخد فرصتها اكبر في المجتمع بقى، ان هي توصل لمناصب اكبر يعني. اقول لها تتغلب على مخاوفها، تبقى شجاعه اكتر، ان هي كانت تعبر عن نفسها اكتر، ما تخليش حاجه جواها يعني، ما يسكتوش عن حقهم، يطالبوا بيه ويفضلوا وراه لغايه ما ياخدوه، ان ده حقه، ما ينفعش يتنازلوا عليه ايا كانت الاسباب.